السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا حجاج بيت الله الحرام، وبارك الله فيكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بكم في بيت الله الحرام في هذا العام. اللهم آمين، اللهم آمين. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، إننا مقبلون على موسم عظيم مبارك، وعلى عبادة عظيمة جليلة، وأذكر نفسي وإياكم في هذا الموسم العظيم بأمر مهم جدا، ألا وهو ضرورة البعد عن المعاصي بكافة أشكالها وأنواعها. وإن من بين هذه المعاصي الدخان والأرجيلة التي يغفل عنها الكثير من الناس ويتساهل بها الكثير من حجاج بيت الله الحرام، والله تعالى المستعان. وقد قرر كثير من العلماء أن الدخان محرم، وإذا كان الدخان يسبب ضررا فإن الأرجيلة أشد، وبالتالي تكون محرمة من باب أولى. وهذا الأمر في الحج وفي غير الحج، ولكن في الحج يكون أشد. كيف لا ونحن في أقدس بقاع الأرض، في أقدس أماكن الأرض، في مكة المكرمة بجانب الكعبة المشرفة، وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يليق بك أيها الحاج الكريم أن ترفع هذه السيجارة وتدخن في تلك الأراضي المقدسة، أو أن تشعل الأرجيلة وتؤرجل سواء في البيت أو في مكان آخر؟ والله هذا لا يليق. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم فقال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وإن من لوازم التقوى أن نبتعد عما نهى الله عز وجل عنه. فلنتق الله سبحانه وتعالى أيها الحجاج في أنفسنا وفي أهلنا وفي تلك الأراضي المقدسة، لعل الله عز وجل أن يرحمنا، لعل الله أن يتوب علينا، لعل الله عز وجل أن يغفر لنا. جعلنا الله عز وجل وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.